جربتوا قبل كده لاتيه بالزعتر أو بالمرمرية أو حتى بالهيل؟ تعالوا نشوف مسرة عملت الميكس ده ازاي، ويلا بينا نجربهم سوا. وأول تجربة هتكون مع الآيس لاتيه بالزعتر. طعم الزعتر باين جدا فيه، ما كنتش متخيلة ان ممكن اشرب لاتيه طعم الزعتر. ويلا بينا على تجربة رقم 2، لاتيه الهيل بالقرفة. اعتقد اني احب ده اكتر. بسم الله. اوه ماي جاد، ده حلو جدا حلو جدا. طعم الهيل باين فيه والقرفة بيرفكت بصراحة. ايه الحلاوة دي؟ ويلا بينا على تجربة رقم 3، آيس روز لاتيه. ما كنتش متخيلة اني احبه لاني ما بحبش قوي بصراحة مية الورد، بس ده البالانس فيه تحفة. واخر حاجة معانا هو لاتيه المرمرية. ده اكتر واحد متحمسة ليه لاني بحب المرمرية جدا. تعالوا نجرب. واللي ما يعرفش المرمرية هي حاجة زي النعناع والحبك. تعالوا نشوف، يعني هي قريب كأنك حاطط على اللاتيه نعناع او حبك. تعالوا نشوف. طعم المرمرية فيها قوي شوية، فلو بتحب المرمرية this is your choice. وبس كده، جربوا قهوة مسرة، وبالمناسبة هي مشروع فلسطيني يستاهل الدعم. وانا هكمل الكوفي بتاعتي اللي بالهيل والقرفة. باي باي.